مرحبا بكم في تغطية تحليلية خاصة لأبرز مشاركة للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة في كأس العالم 2025. هذه الفئة العمرية التي تمثل المستقبل الحقيقي لكرة القدم المغربية تأتي بعد نجاحات متتالية في البطولات القارية، لتؤكد أن الكرة المغربية تسير في الطريق الصحيح نحو الاحترافية والتميز على الساحة الدولية. المنتخب المغربي لهذه الفئة وصل إلى البطولة بعد رحلة استثنائية في كأس إفريقيا الأخيرة، حيث تمكن من التتويج باللقب لأول مرة في تاريخه، وفرض سيطرته على المباريات بفضل الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي. الفوز على فرق قوية مثل أوغندا وجنوب إفريقيا والتألق في مواجهات كبرى على أرضه منح اللاعبين ثقة كبيرة ودفعة معنوية قبل خوض غمار كأس العالم. على صعيد الإعداد، حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب نبيل باها على تنظيم سلسلة من المباريات الودية مع فارق دولية مختلفة، مما أتاح للمنتخب اختبار قدراته وتطوير التكتيك الجماعي. هذه التجارب شملت مباريات ضد كندا، إنجلترا، أوزباكستان، السنغال وفنزويلا، حيث ركز المدرب على تعزيز الانسجام بين اللاعبين وضبط الفرضيات التكتيكية وتحسين الأداء البدني لمواجهة أجواء البطولة العالمية. القرعة أوقعت المغرب في مجموعة قوية تضم البرتغال، اليابان، وكاليدونيا الجديدة. البرتغال كبطل أوروبا تعتبر منافسا صعبا، يمتلك خبرة واسعة في الفئات الصغرى ويعرف بأسلوب لعب هجومي منظم. اليابان بدورها تمتلك مواهب ناشئة تتميز بالسرعة والدقة في بناء الهجمات، وتشتهر بالمثابرة والانضباط التكتيكي. أما كاليدونيا الجديدة فهي الخصم الذي قد يعتبر الأقل ترجيحا، لكن كرة القدم لا تخلو من المفاجآت، وكل مباراة ستكون تحديا حقيقيا يتطلب من المنتخب المغربي اليقظة والمرونة التكتيكية. المنتخب المغربي كما أظهر في مباريات الاستعداد يمتلك مزيجا ممتازا من اللاعبين ذوي الخبرة والشباب الموهوبين. على الرغم من عدم التركيز على كل اللاعبين بالتفصيل، إلا أن هناك أسماء بارزة تستحق الذكر، مثل شعيب بن العروش في حراسة المرمى، وزياد باها في قلب الهجوم، وعبد الله وزان في الوسط الهجومي. هؤلاء اللاعبون يمثلون العمود الفقري للفريق، وهم من سيحملون راية المنتخب في البطولة. تكتيكيا يعتمد المدرب نبيل باها على تشكيل متوازن يوازن بين الدفاع والوسط والهجوم، مع القدرة على التحول السريع من الدفاع للهجوم واستغلال المساحات التي يتركها المنافس. الأداء الجماعي والالتزام بالخطة الفنية سيكونان المفتاح لتجاوز مرحلة المجموعات والذهاب أبعد في البطولة. المرونة في اللعب واستغلال نقاط القوة في الأظهرة والأجنحة ستكون عاملا حاسما في صناعة الفرص وتحقيق الانتصارات. أما عن جدول المباريات، فالمغرب سيبدأ مشواره في كأس العالم بمواجهة اليابان يوم 3 نوفمبر، ثم يلتقي البرتغال يوم 6 نوفمبر، وتختتم مواجهات المجموعة بمباراة ضد كاليدونيا الجديدة يوم 9 نوفمبر، وجميع المباريات ستلعب في ملاعب أسباير بقطر. هذه المباريات ستحدد مصير المنتخب في المونديال، وستكون كل نقطة مهمة في صراع التأهل لدور الثمن النهائي. مع كل هذه التحضيرات، يسعى المنتخب المغربي لإظهار الوجه الحقيقي لكرة القدم المغربية في هذا المونديال وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. الحماس والمعنويات العالية لدى اللاعبين إلى جانب الخبرة الفنية للجهاز التدريبي يجعل من المغرب مرشحا قويا لتجاوز مرحلة المجموعات وربما الوصول إلى أدوار متقدمة. في النهاية، المشجع المغربي يمكن أن يكون متفائلا. الأداء الجماعي، التحضيرات الدقيقة، واستثمار المواهب الصاعدة كلها عوامل تعزز من فرص المنتخب في ترك بصمة قوية في البطولة. كما قال فوزي لقجع: الطموح ليس فقط المشاركة، بل المنافسة على اللقب والظهور بشكل يليق بمستوى الكرة المغربية. شكرا لكم على متابعتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد حول المنتخب المغربي للفئات الصغرى، وأبقوا معنا لمزيد من التحليلات والتغطيات الخاصة بأبطال المستقبل.